السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل شوية قرص كده جميلة بريحة زمان كده وذكريات زمان. هبتدي معاكم واقول لكم المقادير، بس ما تنسوش اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. انا معايا هنا 1.5 كيلو دقيق. استخدمت دقيق الكوثر. دقيق الكوثر جميل جدا، انا بحب استخدمه في المخبوزات اللي انا بعملها، حتى في معظم السبونشات برضو بستخدمه فيها. فجبت كيلو دقيق الكوثر معايا هنا كده، فهبتدي بقى استخدم النص كيلو بدقيق تاني اسمه زياد او زاد حاجة زي كده. بكمل اهو كيس التاني نص كيلو، هاخد منه نص كيلو، يبقى هعمل الدقيق معايا 1.5 كيلو. طبعا لازم بنخله كويس جدا، ويستحسن ان انت تنخليه 2-3 كده، بس انا اكتفيت بمره. اهم حاجه النخل ان انت تنخليه كويس، ونوع الدقيق لازم يبقى نوع كويس جدا. وانا بحب استخدم الكوثر او سنبله الفرات. معايا هنا بقى ذره ملح، معايا هنا معلقتين كده بيكنج باودر ممسوحين يعني. معانا هنا 3 معالق سكر، ضفت 4 معالق سكر. معايا هنا لبن بودر، اللبن بودر بيدي طعم كده للقرصة جميل جدا. معايا هنا ريحة الكحك كده معلقة كبيرة كده حلوة من ريحة الكحك، بس ما تكتريش قوي عشان ريحة الكحك بتمرر. معايا هنا شوية سمسم محمص، انا كنت جايبة السمسم المحمص مجهز. معايا هنا برضو شوية شمر وينسون، برضو الشمر وينسون جبتهم واديتهم كده ايه ريحة كده على البوتاجاز، يعني شوحتهم كده شوية على البوتاجاز بس يطلعوا الريحة بتاعتهم بس كده، ما طولش عليهم في البوتاجاز يعني. اقلب كويس جدا كل بقى المكونات يتجانسوا كده مع بعض عشان ايه يتخلطوا مع بعض. الشمر واليانسون حوالي من 4 معالق كده يعني كبار حلوين، او 5 معالق. هنا بقى السمنة بتاعتي انا هحط سمنة بلدي مع زيت. القرص انا عاوزاها تبقى فيها كده ايه قطمه يعني ما تبقاش طريه قوي، فانا هضيف سمنه على زيت. تمام كده. انا هنا كنت حطاهم كلهم مع بعض بس يدفوا بس كده على النار عشان السمنه تفك. وبعد ما دفت السمنه شويه كده رحت بقى وزنتها. هنا معايا 400 وشويه، يعني انا ما حطيتش النص كيلو كله سمنه، انا حطيت 400 وشويه. هنا بقى ببس كويس جدا قبل ما اعجن واحط الخميره او اي سوائل عامه. لازم تتبس. لو ما عندكيش عجان ممكن بقى تبس على ايدك، بس انا ايه بستسهل ان انا احط في العجان. انا هنا العجان عندي هو بيشيل كيلو ونص يعني كتير قوي. هو بيشيل كيلو، يعني هو بيشيل العجان بتاعي بيشيل كيلو، بس انا طالما ببس ما بيبقاش فيه سوائل تبقى تقيلة على العجان، فبروح ان انا ضايفة 1.5 كيلو. بس اما اجي اعجن انا هتشوفوني انا هعجن ازاي، مش هقدر اعجن كل 1.5 كيلو في العجان عشان بس ما يبص، فهتشوفوني دلوقتي انا هعجن ازاي. هنا بقى السوائل بتاعتي عندي هنا كوباية لبن، حطيت عليه معلقة خل فبقى رايب معايا، وكنت شايلة وش اللبن كنت بحوشهم، وعشان بقى اضيفهم على القرص دي لان انا عاوزة القرص كده ايه تبقى طعمها حلو كده وفيها نكهة حلوة. فالقشطة واللبن بيطعموا لي القرصة. هنا بصوا بوريكم بعد ما اتبست كويس جدا، بصوا بقت زي الكتل كده. هو ده بقى انها تبقى عامله زي الرمل المندي، اما تمسكيه بكلكع وما تفرطيه بايدك يبقى سهل ان هو ايه يتفرفط. تمام. هحط بقى القشطه بتاعتي واروح اديها قلبتين كده برضو تاني، واروح بقى ايه جايبه طبق كبير عشان 1.5 كيلو مش هيقدروا يتعجنوا في العجان كله، فانا هجيب طبق كبير. ومعايا بقى احط السوائل بتاعتي كده بالتدريج. هحط كوبايه اللبن اللي معايا، وبعد كده طبعا الخميره بتاعتي كنت جايبه قطعه خميره بيره من الفرنه وحطيتهم كوبايه ميه و3 معالق سكر. ولازم سكر عشان بس تقدر تقوم الخميره او تتفاعل الخميره فيها. اللي بحب القطع الخميرة بيرة من الفرنة بتدي طعم المعجنات حلو جدا عن الخميرة الفورية. مفيش خميرة بيرة من الفرنة، الخميرة البيرة الفورية برضو حلوة برضو. تمام. همسك بقى هبتدي بقى كده ألم السوائل كلها في العجين. طبعا هنا ما كفتش فبروح بزود ايه شوية مية لاني لقيت لسه العجينة
مش لينه معايا، انا عاوزاها تبقى لينه كده طريه حلوه. يبقى هنا السوائل بتاعتي انا بضيفها بالتدريج. حطيت الاول كوبايه اللبن، وبعد كده الخميره الفوريه، كوبايتين خميره فوريه، وكوبايه التانية دي انا بضيفها بالتدريج لحد ما لقيتها ايه لينه كده معايا. يبقى هي خدت حوالي من 3 كوبايات سوائل. هنا بقى عشان كميه الدقيق معايا كبيره، 1.5 كيلو مع السوائل مع السمنه والحاجات دي، فبتزيد حجم الدقيق. فانا بقى ايه عشان مش قادره ان انا ادعكها كلها مع بعض، هديها بقى ايه قلبتين كده في العجان، بقسمهم على مرحلتين زي ما انتوا شايفين كده. خدت قطعه كده من العجينه وقلبتهم. انا الاول خلطت السوائل كلهم مع بعض، خلطت العجينه كلها بالسوائل تمام. وبعد كده بقى ايه بروح بقى عشان اعجنها عجنه حلوه كده محترمه، بروح ايه اقسم العجينه نصين، نص كده احط في العجان يتخلطوا او يتعجنوا كويس، والجزء التاني برضو بخلطه بقص بقى جزئين. بوريهولكوا بقى العجينه لينه وطريه وسهله كده معايا، بتنزل من ايدي كده. واروح بقى ايه اجي برضو يعني اجي في دور تاني بعد ايه اما تتعجن كويس، اروح خدماها على الرخامه. الطريقه دي برضو بتخدم العجينه كويس جدا، وبتبقى سهله معايا في التقريص، وبتبقى مخليه العجينه طريه كده وحلوه تمام. انا بخدمها كويس جدا على الرخامه. انتي بقى لو انتي حباها ناشفه شويه او فيها قرمشه شويه، ما يبقى دوب بس بتلميه السوايل عجنتين كده وخلاص وتلميها. مفيش بقى ان انتي تفرديها على الرخامه وتقعدي تعجني فيها كده، لا دي بتطلع الجلوتين منها وبتخلي العجينه مطاطه كده وتبقى طريه. انا بقسم هنا الكور عشان تبقى كل قرصه مقدار واحد، يعني في حدود مثلا ايه 70-80 في الحدود دي كده تمام. وبفردها كده بايدي فردة كده زي ما انتوا شايفينها، وبروح ضماها ولفها كده الف، يعني اضمها كده زي الرزمة كده، واكورها ولينها كده بايدي وانا بكورها. بصوا كل واحدة كده امسكها واروح. عملية التقريص دي تاخد وقت شوية، بس النتيجة بتبقى حلوة بتفرح الولاد، وبعدين المعجنات بتبقى خير في البيت جميل جدا. ده كان اوردر مطلوب مني ان انا اعمله يعني لزبونة، وعملته يعني الحمد لله. وكانت طالبة مني 2 كيلو، هي كانت طالبة مني 2 كيلو، فانا عملت الكيلو ونص، فهو بالكيلو ونص بيطلع لي 2 كيلو تمام كده. بس كده بعد بقى اما برص كده في الصينية او في الصاج عندي، بروح ايه مبططاها كده او مقرصاها كده شوية، وبقى بالمنظر اللي انتوا شايفينه كيلو ونص طلع لي كام صاج اهو ما شاء الله. الصاجين والصينية دي والصاج الصغير ده، بسم الله ما شاء الله كده، حاجة كده عظمة جميلة جدا. القرص طرية مش ناشفة حلوة، مع ان انا حطيت شوية زيت، بس برضو هو الزيت بيدي قطمة شوية للقرص، بس هي تمام حلوة يعني كده عشان انا خدمتها كويس وعجنتها كويس. بس بألف هنا والشفا على اللي دقها وجربها، وبألف هنا والشفا على كل اللي يعمل زيها. اشوفكم على خير، اشوفكم على خير الفيديو الجاي، مع السلامة. متنسيش بقى تحطي لي لايك واشتراك للقناة لو اول مرة تتابعيني عشان ينزل لك كل جديد انا بعمله. مع السلامة.